أهلا وسهلا بكم في القناة. في الأيام الأخيرة انتشر فيديو لمؤثرة جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الترويج له على أنه إساءة للقرآن الكريم، مع عناوين صادمة وكلام أثار غضبا واسعا بين الجزائريين. لكن بعد التقصي والرجوع إلى صفحات المحامين ومصادر موثوقة داخل الجزائر، تبين أن المقطع كان مركبا بالذكاء الاصطناعي من سياقه، ولا يتضمن أي إساءة للقرآن الكريم كما تم الترويج له. للأسف بعض الصفحات أصبح تبحث فقط عن المشاهدات والتفاعل، حتى ولو كان ذلك بنشر المعلومات المضللة أو اللعب بمشاعر الناس في أمور حساسة جدا مثل الدين. لهذا من الضروري أن نتعلم التحقق قبل إطلاق الأحكام أو مشاركة في حملات الهجوم والتشهير، لأن كلمة واحدة أو مقطع مفبرك قد يدمر سمعة الشخص بالكامل دون دليل حقيقي. كما أوجه رسالة إلى بعض الصفحات: احترموا عقل المشاهد، ليس كل شيء من أجل البوز والمشاهدات. المصداقية أهم من التفاعل، ونقل الحقيقة مسؤولية قبل أن يكون صناعة محتوى. ديننا يدعونا وفي الآخر نقول لكم تهلاو لي في روحكم، والسلام عليكم.